انا مش مستعجل على الفيديو خالص، لا ده احتفال وسام ابو علي يا باشا. مفيش وقت، ما عندناش وقت. تجري يا باشا، الدوري بيجري منك، الدوري بيجري. لا الحق وهاته واربطه تحت رجلك وانزل فيه ضرب، وهو ده اللي بيحصل حاليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حركه ناريه باذن الله تعالى. قبل الحكايه والنهايه لا ننسى الدعم مع الدعاء لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصر اخواننا المستضعفين في فلسطين ويرحم جميع امواتهم يا رب العالمين. وسام ابو علي يفوق التوقعات، وسام ابو علي بيكسر الارقام وبيعمل اللي ما بيتعملش. وسام ابو علي افضل اجنبي يسجل عدد الاهداف دي او المساهمات دي مع النادي الاهلي في اول موسم ليه. بالارقام وسام ابو علي لعب مع النادي الاهلي 19 ماتش، لعب مع الاهلي 16 ماتش عذرا، ساهم في 19 مساهمه. انت عارف يعني ايه اول مره في تاريخ النادي الاهلي لاعب اجنبي يعمل عدد المساهمات دي في الموسم الاول؟ وهو الفدائي وسام ابو علي. الفدائي وسام ابو علي اللي بيجي النادي الاهلي عشان يكسر ارقام ويكسر القاب، وهو هيبقى ايه؟ لا خلاص، وسام ابو علي هو المتصدر على الدوري، والنادي الاهلي على الهدافين، والنادي الاهلي هو المتصدر على الدوري بدون منازع. ليه طبعا بدون منازع؟ لان من ساعه ما جماهير نادي الزمالك بدات تشجع بيراميدز بقى بدون منازع. شجعوا بيراميدز، الاهلي خد بيراميدز رايح جاي يا باشا. احنا ما عندناش وقت، مفيش وقت نهائي. عشان كده يا باشا الاهلي رقم واحد. وقلت لكم بلاش تلعبوا مع النادي الاهلي. انا نصحتك وانت براحتك. فاكر ان انتوا اللقطه دي؟ اديني بفكركم بيها بس عشان تبقوا عارفين. لكن الفدائي يتألق مع النادي الاهلي بعمل تاريخي. ولا ننسى مارسيل كولر، لا ننسى مارسيل كولر، ان مفيش حد قبل مارسيل كولر وصل ل 17 مباراة مكسب على التوالي غير مين بقى؟ مانويل جوزيه الوحيد اللي وصل ل 17 فوز على التوالي. غير كده محدش عملها. ومارسيل كولر هيحطم ارقام جوزيه. مارسيل كولر يسعى لتحطيم ارقام جوزيه وقادر على فعل ذلك مع النادي الاهلي. ان مارسيل كولر لا تكتيك عالي ودماغ عالي قوي. هو احيانا بتهرب منه كده وبيعمل حاجات ما بتعملش، لكن شوف جايب لك بطولات قد ايه في سنتين. شوف جايب لك بطولات قد ايه. هو ده مارسيل كولر، هو ده النادي الاهلي. هي دي الطريقه اللي احنا عايزين الاهلي يبقى بيها، وهو ده الاسلوب اللي احنا محتاجين نشوف النادي الاهلي بيه. الاهلي رقم واحد وهيفضل رقم واحد. ولا ننسى عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد بينزل الملعب بسجده. ينزل في الدقيقه كام؟ لا في الشوط الثاني، لا بيبدا المباراه، لا في الدقيقه 93. نازل ليه؟ نازل يضيع وقت. اللي هو مارسيل كولر. هتبدا اساسي، ما عنديش مانع. هتلعب في الشوط الثاني، ما عنديش مانع. هتنزل في الدقيقه 93، ما عنديش مانع. هتلعب يمين ماشي، شمال ماشي، مساك ماشي، مدافع يا عم بتاع ده، وسط يا عم ماشي، هتلعبني جناح انا موافق. لاعب متصالح مع نفسه، ما عندوش اي مشاكل. لاعب يا باشا بينزل الملعب بسجده وبيخرج الملعب بسجده. نزل يا باشا ساجد، دخل. اول ما نزل يلا كوره من وسام ابو علي، كوره بالكربون يا حبيبي، بالكربون. عارف انت الحته دي؟ بالكربون يا حبيبي، بالكربون. ده عمر كمال عبد الواحد وبيجري عليها من نص الملعب عشان يروح عند الجون. واجمل هدف من وجهه النهارده يا جماعه، في هدفين اجمل من بعض، لكن هدف جيد جدا اللي هو بص بيشمس الحارس وبيحطها، بيركنها له. هو داخل عليه، هو مدافع، لا هو بيرفعها من ورا الحارس وبينزل برضه بالسجده. لان ايه بقى؟ صلاتي سر نجاحي. هو ده عمر كمال عبد الواحد. وسام ابو علي بيبدع في اهدافه النهارده. ولو محتاج حلقتين كمان على الحلقه دي عشان اتكلم على وسام ابو علي. وسام ابو علي قلنا ان هو كسر الارقام. وسام ابو علي جايب هدف ولا اروع، هدف جميل جدا جدا جدا.
الكوره بتيجي له من امام عاشور، بترد كده من امام عاشور هدف، مفيش وقت. الراجل ده نازل يجيب اهداف، نازل ينافس على الهداف، مش نازل يا باشا يتمخطر في الملعب ومخطرين يا حلوه، لا الراجل ده بتاع اهداف. ينزل يا باشا، يلا حطينا اول جون، حط اللايك بتاعك والاوكي، وانت برضه حط اللايك بتاعك والاوكي. حط اللايك الجميل بتاعه كده وحط لمسته. انت محتاجين منك حاجه تاني؟ لا يا عم، كفايه عليك كده يا عم وسام. يجي بقى في الهدف الثاني امام عاشور ضرب الجزاء، وسام برضه وسام بيجيب ضرب الجزاء للنادي الاهلي صحيحه 120 مليون في المية. واللي هيقول غير كده يبقى ما شافش الزاويه صح. ازاي بقى؟ بص يا باشا من الزاويه، هاتها كده بالتصوير البطيء وبص على الزاويه اللي ورا اللي ورا الشبكه، هتلاقي ان سعد سمير دايس على رجل اسامه ابو علي. بص عليها بالتصوير البطيء واحط لك الصوره، هتلاقي ان هو دايس على رجل وسام. سعد دايس على رجل وسام ابو علي ويدخل امام عاشور يسجل هدف ولا اروع بثقه كبيره جدا من امام عاشور، وكان هدف حاسم للنادي الاهلي. ثم بعد كده يجي الخطير وسام ابو علي. وسام ابو علي اول مره اشوفه بيلعب فاول مع النادي الاهلي، انا اصلا ما كنتش عارف ان هو بيلعب فاولات، بيحط فاول بسام، فوجئ ان وسام ابو علي بيلعب فاولات. قال له يا اخي ازاي؟ حرام عليك، حرام، ده انت جبار. جبار فعلا جبار. برجله ماشي، بدماغه ماشي، بوشه ماشي، بعينه ماشي، بقلبه ماشي. هو ده ولدنا الفدائي وسام ابو علي. ماذا يقال بعد ما قيل. حلوه الحته دي. بس شدنا بكل لعيبه النادي الاهلي، علامه استفهام. شدنا اهو زي الفل، احنا حلوين لحد هنا. علامه استفهام. محمد عبد المنعم ثقه زياده كلفتنا ان يدخل فينا هدف ولا اروع من القندوزي، كان ممكن يخسرنا ال3 نقط لولا طبعا فوقان كولر وفوقان مجموعه كولر اللي خلانا كسبنا المباراه. وطبعا الشناوي اداؤه مش افضل حاجه، واكرم توفيق، يعني دفعنا كله في الضياع. نادي الزمالك بيخسر 2-1 من مين بقى؟ من مقاولين العرب. حسين لباليبو قال لك حاجه بقى، قال لك يا باشا احنا مش هيستكمل الدوري الا لما الاهلي يلعب كل مؤجلاته. حلو قوي. وان رئيس لجنه الحكام يستقيل، وان رئيس الرابطه يستقيل، وان البنا ما يحكم لناش تاني. البنا هو اللي كان بيحكم لك. جود باي اند جود لاك. البنا كان بيحكم لك. فانت كل سنه وانت طيب، كل الطلبات اللي طلبتها في السك، ورجعت برضه تلعب الدوري حتى وانت مش بتنافس على الدوري. انت خارج المنافسه وخارج كل شيء. تعرف انت ليه الدنيا مش ماشيه معاك؟ عشان تعاقدت مع كوكا كولا. وليبتون كمان كانت عايزه تتعاقد مع الزمالك، كان جاي عرض الليبتون للزمالك. وتحس ان نتنياهو ابن عم كده، ابن عم لباليبو، عشان كده عمرها ما هتمشي معاكم ابدا. طيب اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى دعمني بلايكك الجميل، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. وجود باي اند جود لاك.